يا باي يا باي عليك ياد، لاعب مستفز. طبعا انت مستفز بالنسبه لي، بس على جماهير برشلونه على قلبهم زي العسل. يعني انت ياد ما لحقتش تنزل الملعب وتعمل سبرنت بس في تعرق، يكون اول سبرنت تعمله ان انت تاكل المدافع بتاع سوسداد وتعملها عرضيه بالمسطره برجلك اليمين على دماغ ليفا عشان تكمل استفزازك. وشفت كره ليفا اللي جت في العارضه اللي كانت بعد كره ريال سوسداد اللي كانت في العارضه برضه، وتردت ليامال يا دوبك زقها قدامه زقتين كده وعملها عرضيه زي ما الكتاب بيقول لفران توريس. يعني كانت اللعبه السهله الوحيده في الموضوع هي لعبه فران توريس لليفا، وكان المفروض ليفا يخلصها بصراحه عشان كانت اللوحه تكمل. بس اللي ما كانتش سهله كانت لعبه يامال، عشان فعلا هي ما تطلعش الا من لاعب كبير. بالله عليك يا عم يامال عادي كمل في استفزازك عادي، ما فيش اي مشكله، بس ما تحرمناش من المتعه. احنا مشتاقين للعبه الحريفه بالله عليك عشان ما بقوش كتير في الكوره، وانت بصراحه واحد منهم. والكلام كله بيتقال ان انت البالون دور الجديد، وان انت اللي هتاخد الكوره ديت بقى سنين كتير قدام. هو للاسف ان انا موعود ان انتوا دايما بتطلعوا مع غريمي، بس يا عم عادي ما فيش مشكله. اهم حاجه ان احنا نتفرج على لعيبه تفكرنا بالزمن الجميل يا سيدي.